بكم إلى موجز الأحداث الرياضية على قناة الحدث الإفريقي. يرى مدرب ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي أن المنافسة ستشتد في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا نظراً لتواجد أندية مثل الوداد والرجاء. وقال في تصريحات نشرتها صحيفة بيزنس داي الجنوب إفريقية: لن يكون الأمر سهلا، انظروا إلى نوعية الفرق التي وصلت إلى ربع النهائي. وتابع فريق مثل الرجاء الرياضي على سبيل المثال لم يفوز بدور الأبطال منذ 1999. وأضاف: فرق الأهلي الوداد أقدم منا بسنوات عديدة، حيث كانت تحاول الفوز بدور الأبطال والتنافس في هذه البطولة لعدة عقود. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن توقيف رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم السابق مانويل بورخاسيواني عن ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة باللعبة مدى الحياة، وذلك بسبب مشاركته في عملية رشوة. وأكد اتحاد الكرة الدولي في بيان أن سيواني مطالب بدفع غرامة قدرها 1,000,000 فرنك سويسري بعد خرقه لبنود موجودة في مدونة قواعد السلوك والقيم الخاصة بالفيفا، والتي تتعلق بتضارب المصالح والرشوة، إضافة إلى عرض وقبول الهدايا وغيرها من المزايا. أوروبياً، سجل فرايبورغ واحدة من أقوى مفاجآت النسخة الحالية من كأس ألمانيا بعد إطاحته بمضيفه بايرن ميونخ من ربع نهائي المسابقة. وتمكن فرايبورغ من الظفر ببطاقة التأهل لصالحه بعد انتصاره ب2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب أليونز ستاديوم، وشهدت إحراز الضيوف هدفاً في الوقت القاتل. يجري الإسباني لويس أنريكي محادثات مع نادي تشيلسي الإنجليزي بقيادة إيفان ديلا بينيا، وذلك من أجل تولي منصب مدرب الفريق خلفاً لغراهام بوتر الذي أقيل من منصبه. وأكدت صحيفة آسا الإسبانية أن المدرب السابق للمنتخب الإسباني يجري محادثات مع تشيلسي بغية تولي قيادة الفريق، مبرزة أنه أحد المرشحين الثلاث لتدريب البلوز. كما أكدت أن اسم المدرب مطروح على طاولة المدير الرياضي للفريق كريستوفر فيفيل منذ أيام. إلى هنا نأتي إلى نهاية الموجز الرياضي، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.